مفيش حاجة اسمها حظ سيء وأشخاص خطأ. كل شخص موجود في حياتك هو انعكاس لحاجة جواك انت محتاج تشتغل فيها على نفسك. أول أركز على نفسي واشتغل على أفكاري المغلوطة، أكتب نفسي وبالآخرين وبوجودي في الحياة. إني لما أعيش دور المراقب هكتشف إن وجودي ليه رسالة. كل موقف أو تجربة بتحط فيها ليها درس لازم اتعلم، تحدي لازم اعرف اتعامل معاه. والاشخاص اللي في محيطي هم نتاج افكاري وطاقتي، ولما اتخلص من وعي السلبي عنهم بكده بتعلم الدرس اللي هم جايين يوصلوهولي. كده يبقى دورهم انتهى وبيختفوا من حياتي بكل هدوء. الدروس دايما في الحياة بنتعلمها من الاشخاص اللي بنقابلهم في حياتنا. اتعامل مع الاشخاص كأنهم رسل جايين يعلموني حاجة انا محتاجة اغيرها او افعلها جوايا. دايما مع الحياة على إنها تجربة ومحتاجة مراقبة وملاحظة، وأدرب نفسي إن أعيش اللحظة علشان أعرف الدروس من كل حاجة أنا بعيشها، وأسأل نفسي دايما محتاجة أتعلمه من الموقف ده أو ظهور الشخص ده في حياتي، ده يكون الحال أفضل اللي محتاج إن أنا أتخلى عنه علشان أتعلم الدرس من الموقف ده. إيه رسالتي وإيه دوري لسه محتاج أعرفه وأقوم بيه. مين ممكن يكون داعم ليا وإيه اللي ممكن يقدمهولي. هم أستعين بالله وتوكل، أنوي استقبال الرسائل بكل سهولة ويسر بدون أي تعلق أو انتظار. إن الرسائل محتاجة هدوء مني، مراقبة لذاتي، والله المستعان، وربنا ينور بصيرتنا للخير. بس كده.